معنا في هذه الليلة. المنتخب الوطني انهزم بثلاثية كاملة، انهزم أمام ميسي الذي سجل ثلاثية كاملة ويعادل رقم كلوز ب 16 هدف في المونديال أو في على مر التاريخ في مشاركته في المونديال. سجل 16 هدف. منتخبنا الوطني انطلق جيدا في المواجهة لكنه لم يصمد أمام حملات رفقاء ميسي وثلاثية كاملة. هل هذه النتيجة الثقيلة ستؤثر على باقي المشوار؟ هل هي مجرد كبوة جواد؟ كل هذا سنحاول أن نحلله في حصة المونديال اليوم في الصبيحة وليس في السهرة بعد نهاية المباراة مباشرة. 3-0 من تسجيل ليونيل ميسي الذي هزم لوحده رفقاء أو أشبال بيتكوفيتش. علي بن شيخ، البداية بك. النتيجة كانت ثقيلة وكنت تقول قبل بداية المباراة أنه اللي يهمنا ليست مباراة الأرجنتين بل التأهل للدور الثاني. هل هذه النتيجة لم تكن منتظرة ولو أنه بالنظر لمجريات اللعب ارتكبنا الكثير من الأخطاء؟ نجمو نقولوا ما كناش نستناو بان سكور دو 3-0 كمان. قلنا موان نسيو نديروا المجهودات اللي لازم ونسيو نلعبوا، لان انا قلت لك من الاول وانا نقول لك بلي ما تهمناش الارجنتين، حنا نحوسوا كيفاش نتكاليفياو باش نتكاليفياو ونسيو نديروا تو نوت بوسيبل باش نسيو نديروا النيل او ما نخسروش بان سكور باري. ولهذا شفنا بلي لعبنا ضد فريق منظم كما يلزم الحال، عنده الحلول تاعو دائما يصيبهم. الكره تخرج من الدفاع لوسط الملعب، لي ميليو تيرا يجيو يدومونديو لي بال باسكو عندهم دي سوليسيون، يجوا تريونغ توجور لا سوليسيون فير لا تروازيام بيرسون ستادير تروازيام جوار يجيو يدومونديو. عندهم حلول. الخدمه هذه فيها الحلول يلعبوا. وميسي ما كان لا نهضروا عليه لان لكن اين ما مشاتش الامور للمنتخب الجزائري رغم انه البدايه لم تكن كارثيه، يعني كنا اون بلاص من الناحيه التكتيكيه، لكن بمرور الوقت كي بدينا سيفري كنا غالقين كاع المساحات وما خليناهمش يتنفسوا. هما حوسوا يدخلوا من الوسط يحوسوا على ميسي، كنا غالقين. سيفرين كنا ناجحين في هذيك، ولكن ناجحين ما حبطناش حتى كرينا دي زوكازيون دو بيت ولا ما عدا الهدف الذي رفض بداعي خلينا اون دور دو بيت با ابار سا مي لو ريست. من بعد فيريا ميزير بدات الامور تنحل لانهم بعد هما تغلبوا علينا، داونا كاع الملعب الميليو تيرا داوه هما سون تاكاباري دو ميليو تيرا ولاو يمشيو الكره كما يلزم الحال. ومن بعد كاين الغلطه تاع البرومي بيت لان الجوار اللي مد الميسي كسر لا لين خطوط. نعم بوداوي ما قراش لو جو باسكو بوداوي اليوم كان خارج. لو كان قرا لو جو هذا كان هو اللي انترسبتي جازت عليه الكره. ودوزيام اللي غلط في هذا البيت قالنا سيماندي انت كي جازت لا بال ميسي حكم الكره ورايح بها، علاش تولي له اللور؟ عنده طبيعه يولي اللور، روح ليه انت. كان بن 70 كنت متخوف من مندي منذ البدايه. انا قبل في ليميسيون قبل ما يبدا الماتش كلمت قلت بن سبعيني، ولو انه حتى بن سبعيني بدنيا ما كانش جاهز 100% اليوم. مش عليه مي بن سبعيني ما يديرلكش الماتش كيما موالفي يدير، لان عنده شحال ما لعبش. عنده هذيك رجله بوتات خايف شويه عليها ممكن، ولكن لعب شويه بالانتيليجونس تاعو، كان يبريسي كان يعرف يبلاصي روحه. مي مندي لو برومي بيت يا اخي ما ترجعش للور ميسي ولا ترجع له اللور خلاص. ما تنجمش تعرف مين راح يحطها. هذه غلطه. ابارتير دو مومون اللي ماركاو لك البيت خلاص، ومن بعد الوسط داوا كومبليتمون ولاو يمشيو بعقلهم يجريو في المقابله ويستناو البون مومون باش يزيدوا يسجلوا. سيتي اون ايكيب تري بيان اورغانيزي. احنا المهم اليوم ما نحبوا ما كان لا نقولوا شكون لعب مليح شكون ما لعبش مليح ولا باسكو لازم احنا رانا نحلوا على كل. فانا نقول لك فلان لعب مليح فلان. انا اليوم ليكيب سو لو بلون جو ما دارتش كيما موالفين نشوفوها كيما نحبوا احنا، ما شفناهاش هذه. الميليو تيرا كان غايب بن طالب ابسون
بوداوي ابسون، كان شايبي ومازا هما اللي كانوا يسيو يديروا لو جو شويه. ولكن احنا دوكا علاش قلت لك هكذا، ستادير يفو دوكا انا نظن يفو ما بونسيو بروشان ماتش مع الاردن. مع الاردن يفو لوجيكمون في الفوتبول والو بارفوا لا لوجيك ما تكونش. اون فا يسي دو غاني مع الاردن باسكو تربح ماتش ودير ماتش نيل جو سير سير 4 نقاط. انا من الاول وانا نقول لك نتكلم على لا كاليفيكاسيون، ما نتكلمش على الناس تتكلم تقول لك نربح الارجنتين ندير ماتش نيل. سي ديفيسيل هذا لو باري هذايا. واضح سي علي. راح نبقاو معاك بعد قليل، نروحوا للميلود جديات. قبل ان نفصل بالتفصيل الممل، كيف هي قراءتك اليوم على العموم لما حدث للمنتخب الوطني؟ شفنا مراحل متباينه في المباراه، نفرحوا ونقولوا بدينا مليح، بعدها الهدف جاء الهدف، قبل هذا جاء هدف شيبي الذي رفض. نهاية المرحلة الأولى لم تكن على أحسن ما يرام، بداية الشوط الثاني كنا في المستوى ثم تسجل لنا الهدف الثاني خلاص، ومن بعد لقينا روحنا أسفيكسي. شنو هي قراءتك أو أسباب هذه الهزيمة الثقيلة حسب رأيك؟ شوف رضوان، تكلمنا قبل المقابلة، تكلمنا خصيصا على وسط الميدان رضوان. صحيح. لو فزنا بوسط الميدان وما ارتكبناش أخطاء وما خليناش مساحات للفريق الخصم، لأنها تحب ولا تكره رضوان، راك تلعب ضد فريق عالمي، لاعبين ذو خبرة كبيرة، عندهم إمكانيات كبيرة رضوان. لو لاحظت مدافعين تاع الأرجنتين كيفاش يخرجوا بالكرة، وفي لكن الريتم كان بطيء شويه. الريتم بطيء، ولكن في 30 متر الاخيره كانوا يسرعوا في الهجمات تاعهم رضوان، وتحسهم باللي متفاهمين في لي كومبينيزون بيناتهم، تحس يشغلوا ويشوفوا في بعضهم. دونك كاين دي اوتوماتيزم. دونك رضوان هما تغلبوا علينا، اما على غرار العشر دقائق الاولى اللي كنا بيان اون بلاس، ولكن بعد تسجيل الهدف للفريق الارجنتيني نظن باللي الدفاع تاع وسط الدفاع والدفاع كنا كارثه رضوان. نظن نهار اللي يتغلبوا عليك في وسط الميدان والفريق الارجنتيني ماشي اللاعب اللي كان ثقيل رضوان، كانوا يسيروا في المقابله على حسب الريتم تاعهم هما رضوان، كانوا يلعبوا يكونسيرفيو بالعقل من اللور، وين يغتنموا الفرصه في 30 متر الاخيره وين تشوف ميسي لاكسيليراسيون تاعهم. نظن باللي نظن النقطه السوداء اليوم وسط الميدان رضوان. هزيمه تعتبرها مستحقه يعني؟ رضوان منطقيه. احنا تكلمنا رضوان، احنا تكلمنا كما تكلم لك علي، فريق الارجنتيني فريق عالمي، احنا تكلمنا قبل الحصه قلنا ماذا بينا نلعبوا مقابله في المستوى اللي تخلينا ندخلوا في المونديال. احنا ما يهمش النتيجه رضوان، ولكن بالطريقه هذه نظن باللي تدخل بعض الشك للجروب حتى للمناصر البسيط هذا اللي كان معلق امال كبيره على اللاعبين، ولكن احنا نظن ما نحشموش بالخساره هذه. الاخطاء اللي درناهم امام فريق الارجنتيني لازم نتفاداوها في المقابلات القادمه. احنا ما زالت عندنا 2 ماتش ان شاء الله ريكتيفي، وان شاء الله المدرب ثاني يشوف الاخطاء ويشوف الاشياء اللي ما مشاتش، واللي يكون احسن واللي يكون يميريتي باش يلعب في المقابله القادمه ان شاء الله هو اللي. تفضل يا سيدي. انا على كل حال كنت مديت رايي في لا مانيير دو جوي سور لو بلان سيستيم دو جو. انا كنت حاب يلعب 5-4-1 يعني ب3 في اللقص. نعم، لان الارجنتين لا فورس تاعهم يجوزوا من الوسط، هذه وحده. ثانيا انت كي دير كويري افونسوت وما يعيلكش كاع لي زاريو سونترو تاعهم ما يجريش موراهم. جو بريفير 5-4-1 ويلعب هذاك بوعلي ولا عموره ديرون بوانت، عموره مقار يبريسي يديرون يقلق الدفاع. اي او ميم طون راك كنت نتكلم ونقول الوسط ما لازمش يديوه كاع الوسط، كي نقول الوسط بالميليو ولاك سونترال. البريمي بيت جا من تم، والتروازيام بيت من تم، والدوزيام لا في 3 اهداف من المحور كاع من الوسط، في 2 من اللاكس. كاع من اللاكس. لو كانوا 3 من تما كما قلت لك 5-4-1 صعب له هكذا، باسكو واحد يفكر في روحه يخرج. المدرب يقول لك ما حبش يلعب بطريقه دفاعيه محضه. لو تلعب دفاعيه هذه انتم عندكم هذه العقليه تاع الدفاعيه، باسكو يلعب 5-4-1 دفاعيه. نو
كي تلعب 4-4-2 كان نقولوا دفاعيه كيف كيف. انت الناس كي تلعب كيلكو سوا لو سيستم، كي تريكوبيري الكره تما اللي تبان الهجوم كاع ياتاكي يوليو. شفنا الاتليتيكو دو مدريد اللي هما معروفين بالدفاع تاعهم، ولكن كي تكون عندهم الكره يوليو ب7 ب8 في القدام. صحيح. احنا هذه اللي كنا نقولوا نحذروا بلي لازم نغلقوا لهم الوسط، يعني من الوسط حتى لا ديفونس تاعنا. امين اكساس، قراءتك لهذه الهزيمه الثقيله التي لم تكن منتظره صراحه. صحيح واش قال ميلود جديات وعلي بن شيخ، اننا واجهنا فريق كبير، فريق اقوى منا، لكننا كنا سهلنا له المأموريه باش فازين علينا بهذه النتيجه ربما، ولكن حتى احنا كنا طامعين اكثر اغريسيفيتي اكثر. كما قلنا شفنا تشكيله كانت تشكيله متوازنه، شفنا ليكيب كي بدات ال10 دقائق الاولى اون بلاس، شعرنا باننا نملك الامكانيات للوقوف في وجه المنتخب الارجنتيني، لكن بمرور الوقت شفنا مستوى اعلى. رضوان كي تتكلم على التشكيله المتوازنه بطبيعه الحال، لكن على ارضيه الميدان شيء اخر. عندما يكونوا عندك 3 لاعبين بين ال11 خارج الاطار راح يفوسيو لك لو جو. صحيح. من اللاعبين اللي تعتبرهم بانهم كانوا خارج الاطار. اولهم بالغالي ارتكب عده اخطاء من الناحيه الدفاعيه. نعم. هجوميا ما ساعدش خاصه على الواقع الايمن. ثانيا بوداوي خارج الاطار تماما. بوداوي ما عقلناش، ماشي بوداوي اللي كنا نشوفوه في المباريات السابقه. وثالث لاعب غويري اللي ما عطى اي حلول للهجوم تاع المنتخب الوطني. كذلك بنطالب نوعا ما يعني وسط الميدان، وسط الميدان كذلك حتى حاج موسى لم يكن في المستوى. يعني جايك حاج موسى 3، انا حسب 3 هذوما. لا حاج موسى انت يا حاج موسى كي ما تعطيلوش كورات، ما تلحقلوش كورات كومام. وكي تقول لي حاج موسى ما تلحقلوش كورات، نقول لك ايضا غويري كي ما تلحقلوش كورات، بما انه غويري حطيته مع الثلاثي، حطيته مع بالغالي اللي ما كانش في المستوى، نوافقك، وبوداوي ايضا وغويري، لكن انا نقول لك ماشي غير 3 سير لو 11 رونترون، لي 11 جوار اللي دخلوا ربما تقريبا نصف التشكيله كانت خارج الاطار. غويري احنا ما نتكلموا عليه من الناحيه الهجوميه، تكلموا عليه من الناحيه الدفاعيه ما قلقش لي ديفونسور، خلاهم يلعبوا الاس، كل ما يحكموا على ديفونسور يلعب بريح، وكن عموره ولا لاعب واحد اخر على الاقل يجيني شويه، هذا من الجانب الدفاعي. نعم. واصل امين. على العموم فوز مستحق للارجنتين، نقولها بكل صراحه بكل جداره واستحقاق. هذه ما يختلفوش فيها. صح. كما نقولوا عرف كيفاش يسير المقابله، لعب على حسب لو ريتم ديالو، يطلع وقت ما يحب، ينقص، يهبط وقت اللي يحب. القوه ديالو كانت في 30 متر الاخر. حنا كنا تكلمنا في الكوليس، كنا نشوفوا في المقابله كي تشوف انت كيفاش الطريقه اللي يخرج بها، انت تبان لك ببطء لكن يعرف كيفاش يبني من الوراء الى وسط الميدان، يلحق عنده كما نقولوا 30 متر الاخر يطلع في السرعه. لهذا كانت السرعه في التنفيذ. وكان تشوف انت الهدف الاول بلا باس العموديه إليمينات 6 لاعبين تقريبا. صحيح. ماشي تقريبا 6 لاعبين، بقاو 4 لي ديفونسور، وثاني كذلك لازم نقولوها اليوم بكل صراحه ما عندناش حارس مرمى. انا تكلمت عليها ونزيد نقولها اليوم بكل موضوعيه. اليوم الحارس المرمى تلقينا 2 أهداف. انا نقول باللي الدفاع ما البرومي بيت بن سبعيني ومندي يسالوا في الهدف مع حارس المرمى، باسكو حارس المرمى كان قادر يتصدى. دائما اللي بيت جاونا من اللاكس، باسكو علاش ما كاش ضغط على حامل الكره. ميسي يحكم الكره، انت دوكا ميسي راهو جاي خلاص قريب ل 20 متر او 25 متر، علاش تولي للوراء؟ تخرج. شفنا بن سبعيني ومندي مولين للوراء، لا رحت لازم تضغط على اللاعب. صحيح. لهذا سهلوا المأموريه، وميسي تتكلم على احسن لاعب في العالم. ما تعطيلوش المساحات هذوك، خاصه قريب للمرمى. لهذا ثاني زيدان شفنا الهدف الاول كان قادر ديجا قاسها، يتحمل المسؤوليه. انا نقول ماشي 100%. لهذا انت حارس مرمى في هذا كي تشوف انت الارجنتين ما خلقوش فرص كثيره خاصه في الشوط الاول. صحيح. انت تحسب 2 تير 2 بوت. لا لا بريمير ميطون خلصت 1 مقابل 0. شنو نحكيك بين الشوط الاول والشوط الثاني، سما تيرو 2 تير 2 بوت. التير الاول تاع ميسي
الهدف الثاني اللي تيراه اللاعب ماكاليستر، عاود رجعت الكره اللي ثاني يسال فيه الحارس المرمى، اللي عاود رجع الكره ما عرفش حتى وسط الدفاع ما كان حتى واحد في لاكوفرتي المتابعه هذه هي. وانا لا. وسط الدفاع يتحمل المسؤوليه. خلينا هي كي تكون كي يتماركا البيت مشتركه لا مشترك 100%. نو 100 باسكو علاش ان غارديان دو بيت انت التير هذاك انا شفناه كان قادر يديفي في الكوتي يبعد الخطوره. هو وين ولات لابال الى وسط الدفاع. وسي فري ومن بعد المتابعه ما كاش متابعه حقيقه. لهذا انا نقول باللي شوف لعبنا ضد فريق تكلمنا قبل المباراه، فريق جد يلعب كره جماعيه، فريق منسجم عنده الدفاع صلب. ثاني كنا قادرين عملنا بعض الفترات على بعض فترات ضغط العالي على حامل الكره على الدفاع. كنا نوعا ما ولا تشوف كي غنديروا بريسيون على لا ديفونس نقلقوهم ويخرجوا الكره الى التماس يعطونا الكره. لهذا انا جاب لي ربي ما امناش بروحنا، كان تخوف نوعا ما. وثاني عندنا مشكل عندما كما نقولوا نضيعوا الكره في 20 متر الاخير او 30 متر في الدفاع في المنطقه تاع الارجنتين، باش نعاودوا نولوا كاين تحول بطيء جدا. كلمتك قلت لك ضد هولندا كانت عده مرات عطينا لهم احنا الفرصه. واضح. خلينا نروح لسامي العماري اللي راهو طري ديسو، رغم انه قبل اللقاء كان متفائل بتحقيق نتيجه ايجابيه وبالتشكيله التي دخلت. ما الذي حدث اليوم سامر العماري حسب رايك؟ اولا نتيجه مخيبه تضع الفريق الوطني في موقف صعب. دي الديبي دو تورنوا رانا في او بيي دي ميرس، لازم نرياجيو ضد الاردن ولازم نربحوا ضد الاردن. دونك اون سي مي لا بريسيون. يفو دير لا فيريتي، اون جوي ضد فريق اقوى منا، سير المقابله كما يريد، سجل اهداف في اوقات اوقات حساسه، كسرت المنتخب الوطني. نظن ان احنا تكلمنا على الكثافه في الميليو تيران ولا اغريسيفيتي في الميليو تيران، فلا بريزون. فهذه ما كانتش وهذا نقطه استفهام. والميليو تاعنا ثاني كان لاتاك تاعنا فوضويه شويه، يافي با سيت ميتريز، يافي با سيت رابيديتي، اون ايتي تري لون. المنتخب الوطني كان غايب. وهنا انا نتساءل كيفاش لاعب كيما ميسي نطلقوا له نخلوا له مساحات لعبنا كوم سي اون سافي كو لارجنتين avoir un plan pour stopper les forces تاع الادفيرسير. هنا شفنا ميسي دار واش يحب ماركا بيت، رغم انه كان في بعض الفترات لا يظهر ولكن في كي يحب ياكسيليري يماركي لنا دون لاكس كيما قلت 3 فوا دون لاكس، ديرك لا فاسيليتي. ونزيد نقول لك باسكو فو دير لا فيريتي، الارجنتين اليوم لعبت تاع الريتم تاع الجزائر، ربحونا 100. انا جو بونس با هذا هو لو فوليوم دو ترافاي، لو فوليوم دو جو تاع الارجنتين. ريال لعبوا ريتم اللعب تاعهم اعلى، ولكنهم سيروا اللقاء، سيروا المقابله. اللاعبين خيبوا. انا كنت جو ماتوندي بيو دو بن طالب، دو بوداوي، دو مازا، دو حاج موسى. سورتو مام البدلاء اللي دخلوا ما جابوش لو بلوس. يفالي او موان سوفي لونير بار ان بيت. جو بونس كو اليوم ما كناش في الاطار. انا والله غير سا ما رابيل ان بو لا ديفات تاع نيجيريا في لا كوب دافريك. سي اليوم ما كناش بالسوء اللي لعبنا به امام نيجيريا نسبيا، ولكن سي لا ميم امبرسيون. اون لامبرسيون كاين فرق بين الارجنتين والفرق في المستوى، وهذا المستوى مازال ما لحقنالوش. واضح. سي علي. نعم خليني اسمح لي. شوف كي تلعب كيما لعبنا مام لي ديبي مع ديك 10 مينيت هكا ما تهضرش عليها. بصح حنا كي تلعب افيك ان افونسونت كيما كويري، لازم قلتها لكم قبل ما نبداو ليميسيون، لازم لي ميليو تيران والاريير لاتيرال دروا لازم تلعب كيما شت الارجنتين اون تريونغل، لان عندك افونسونت ما يدومونديش في القدام. شوف هما لوتارو مارتينيز هذاك شت كاش يدوموندي لي بال في ترو زابان. فرق هو فالفاريز كي دخلوا تاع راح يجي يلعب معاهم بالون، يخرج البالون ويلعب. مي حنايا ما كاش لي ني بوداوي سور الكوتي دروا، ني اسمه بالغالي
يحوسوا يلعبوا هكذاك صغيره بارفوا يا مان ان انكومبرومون الور كو لو كان يدوموندي ان افونس اللي يروح يدوموندي كي تمد له لابال او يروح يجري يشدها وانت تزيد تلحق مع الاخر صحابك فو بوفي ميتريزي لو جو عندهم. احنا لا نقعدوا ندوروا لتما واش نديروا نعاودوا نرجعوا للور وانسي دو سويت. لورسكو اون ايكيب ما يدورش بن طالب وبوداوي في ميليو تيرا خلاص قتلت ليكيب. ميليو تيرا ما يدورش، دو جوار ما يدوروش، قتلت. خروجهم كان متاخر جدا. ما قادرين يخرجوا في الاميطو. بالغالي سور لو بلون اوفونسيف ما جاب والو هكذا. سور لو بلون ديفونسيف تقول كانا ما جاب والو. انا جو ماتوندي كو يخرجوا يدخل حجام نو سيريس كو لو بلون ديفونسيف صحيح. شرقي لا ما تعتبرش شرقي لا فورس تاعو هو كي يقلع يجري لا فورس تاعو اللي دون سون فيزيك لان كي يولي يدافع فيت وكي يطلع لقدام ولا ما يقولوا ماهوش 100% فيزيكمون دونك ما نجموش نهضروا عليه في هذه سوا دونك احنا هنا هادو ما داروش. مام ايت نوري علاش بار مومون يحكمها ويحب هو يروح ما يعطيلوش الحل قويري ما يعطيلوش تو تمي في اون بوزيسيون وين بارفوا يجينيه مع في لو دريبل تاعو. انا فوسونتي ليسونسي يروح في دار لي زاري سونترو باش يوبليجيهم يتفتحوا باش لاك سونترال باش يتنفتح باش عندك لي سوليسيون من بعد انت تدور تمد منها ولا تروح ولا ما كاش هذا الشيء هذا. هما لا فورس تاعهم كانت هما شفتهم يلعبون تريونغ. شوف باش ما نغلطوش رضوان، احنا لامريك دي سيد من زمان كانت البرازيل هي اللي يقول لك يمشيو بالبالون يرقدوك كيما نقولوا تريك تقول انت راهم يمشيو بصح بارتي دي طونت مات تاكسيليرا الحال ما تفهم والو. لي ريغوي برك لي ريغويش دوزيام ميطون يمشيو البالون بعد لو ريتم يتبدل. الارجنتين كانوا هما يمشيو بعقلهم. انا نستنى فيك هم عارفين في لي مومون اللي لازم ياكسيليري لان عندهم لان شوف يحكمها لي ديفونسور كي يحكموا بون لاك سونترال تاعهم كي فرق علينا واش يدير لي ميليو تيري يجيو يجريو يدومونديو البالون يروح منا عنده ثلاثه توجور عنده حلول سوليسيون وعندهم بارفوا ميم لا سوليسيون الكاتريام جوار من الهي. حنايا الحكم بالون مندي يجيه مازا ولا يجيه اي جوار او قدامه ربي 4 مات 10 مات 5 مات لا يعاود يدور باش يعطي البن سبعيني. علاش هنا يخاف ياخذ لو ريسك يعطي له لوركو وحده يفو لوي دوني كي تزقى يرجع لك. هنا هذا هو الخوف. الارجنتين ما عندهمش هذا الخوف هذا هما يلعبوا كذا ومن بعد بارتي دي 30 مات 35 مات اما عارفين واش يديروا. احنا الريتم يطلعوا الهجمات تاع وين صنعنا الخطوره. نعم لي باس كاع في الانترفال لعبناها واحد 3 خطرات ولا 4 جابت نتيجه. هذا هو المشكل بيننا وبين الارجنتين لي ميليو تيران تاعهم ياخذوا الانيسياتيف يلعبوا الكرات العموديه. احنا لا احنا نخافوا احنا الكرات كاع عرضيه لاتيرال. نعم لا رضوان ميلوت شوفنا انا نقول لك كلام حقيقي انا عندي. لورسكو اون ايكيب دو فوتبول في العالم كاع اللي تشوف تميتريزي لو جو سافو دير كو عندهم ان اكسيلون ميليو تيران. الوسط هو حبيت ولا كرهت. صح. احنا ما عندناش الوسط دوبوي شحال وحنا نحوسوا على بيرل توليفه تاع وسط ما عندناش الميليو تيران. هما كي تشوف الارجنتين يلعبوا اعطيني اسماواتهم كاع ميليو تيران كي تشوف ما تقول ما عندهمش اللي يضروها يدي جوش كيما احنا عندك حاج موسى ولا دي بولو المادا هذا بصح كاع يمشيو البالون وتوجور لا تروازيام بيرسون اللي تروح من اللور. نعم بلا ما نهضر على ميسي. احنا ميليو تيران مازال يفو با نقولوا خسرنا اليوم صح الارجنتين بلي فور علينا ميريتيو دو غاني تو مي احنا هذا واش عندنا الفريق تاعنا يعني ما لازمش نطمعوا اكثر ولا يا ودي انا كي كنت نقول لك احنا ما يهمناش الارجنتين يهمنا لا كاليفيكاسيون. انا عارفين واش نقولوا باش واضح. سمير العماري لو نبداو خط بخط بالغالي هل عندنا بديل لبلغالي؟ صراحه بلغالي شفناه في كثير من المباريات وكان اجماع على انه احسن عنصر على الرواق الايمن صراحه. حاج موسى مثلا باش نتكلموا على الرواق الايمن، حاج موسى الجميع كان يقول هو اللاعب الاحسن حاليا سي ان جان. اليوم شفنا حاج موسى
لم يقدم الاداء المرجو. نروحوا للجهه اليسرى، ما عدا شيبي اللي كان في هذه المواجهه وحتى ايت نوري في بعض فترات من اللقاء تشعر بانه لاعب ما يخافش، يروح للشاربون، يدخل في ولو انه كان من ذاك يكثر شويه وكانوا دي تاكل تعرف المنتخب الارجنتيني، لكن المشكل كان في لا كولون فيرتيبرال، يعني كي نهضروا على الجهه اليمنى والجهه اليسرى، ولكن وسط الدفاع مندي وبن سبعيني ممكن كان من ابري ماتش ابري ديفيت باري هزيمه ثقيله، الان نقدروا نقولوا واش نحبوا، نقولوا لا لو كان لعب ثلاثه، لا لو كان لعب محرز، لا لو كان لعب عموره، لا لو كان جاب ونجح. نجموا نقولوا نابورت كوا وي. نعم بعد الخساره لا 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 لازم تقيم بالبزاف المنافس، ماشي تقيمو تسمى تحقر روحك. لازم تعرف لا فورس تاع المنافس، لا فورس تاع الادفيرسير، يحكموا لك الوسط ويجوزوا لك في اللاكس. انت واش دير؟ تسيي تغلق هذاك اللاكس. كيف انني عارف بلي منا يجوزوا لي، انا تما اللي نخلي الدعوه كما واحد في الحرب. لا نغلق انا اللاكس تاعي نلعب 5 4 1 باغ اكزومبل. انا نغال عندي ثلاثه في الوسط، كي يخرج هذا الميسي باغ اكزومبل في البريفي بي عندنا لا كوفرتور. هذه وحده وكانا ما تنجمش تغامر انت لي زاري لاتيرو شاك فوا يطلعوا افيك سي شامبيون دي موند، سي ان غروند ناسيون تاع الفوتبول، 3 فوا ولا شحال شامبيون دي موند، سي با وعندهم جوار اللي خارج على الاخر، سي با بوسيبل. ما لازمش تخلي لي زيسباس، احنا نحكموا نطلعوا برك، بارفوا نطلعوا على لابورداج. اطلع باش نطلع، علاش نطلع؟ شتو ما يطلع على لابورداج، يطلع يعاود يدور يعطي يبني اما عارفين وين راحت الحق الحاله. نعم سمير، الور هل تعتبر بان المدرب ربما اخطا في خياراته ولا ابري كما قلت اون ديفات سي توجور